سبب الخلط بين التقويم العربي والتقويم الهجري ان التقويمين لهم نفس ترتيب ومسميات الاشهر. يعني زي ما احنا بنقول في التقويم الهجري محرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جماد اول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. طيب ما كده يبقى في تطابق، يعني مفيش سبب اننا نفصل ما بينهم او نقول التقويم الهجري والتقويم العربي. وكمان احداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة بنفس أسماء الأشهر وترتيبها كده. خلاص ردينا كلام سعادتك، ما توجعش دماغنا بقى. وقبل الكلام نبدأ بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الثانية في برنامج التقويم العربي صدر الإسلام. في الحقيقة الكلام اللي فات ده كله صحيح، لكن الفرق بين التقويم الهجري والتقويم العربي ان التقويم الهجري 12 شهر، مصداقا لقول الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. يبقى كده احنا هنبدأ نشرح ونتكلم بالتفصيل عن التقويم الهجري، وبعدين هنروح للتقويم العربي ونشوف نقاط الاتفاق والاختلاف، وكمان نشوف نقاط الالتقاء والافتراق. يعني هنرصد الموضع اللي حصل فيه الالتحام والانفصال بين التقويمين. بس لازم علشان نعرف نعمل كده لازم نفهم كويس قوي التقويم الهجري. نرجع للآية الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يبقى أول نقطة لازم نتكلم فيها هي عدة الشهور، يعني عدد الشهور. بس في حاجة ملفتة جدا في الآية وهي كلمة عند الله. يعني الآية مش بتسمي التقويم سواء بالهجري أو العربي أو غيره، لا، الآية بتقول عند الله. طيب عند الله دي حالة كونية ولا دي حالة شرعية؟ ركز بقى علشان هندخل في الجد. يعني ايه حالة كونية ولا حالة شرعية؟ الشيء الكوني او التقدير الكوني بيبقى حاجة ربنا بيعملها زي المواسم والصيف والشتاء. يعني احنا ما نقدرش نيجي على فصل الصيف مثلا ونقول هنخليه السنة دي شتاء، فكده بيبقى نظام خلقه ربنا عز وجل في الكون. طيب الكلام ده متعلق به عبادة؟ طبعا لا. طيب احنا لو عاوزين نرصد منظومة المواسم دي ونعمل لها تقويم نعرف به المواسم دي علشان هنزرع على اساسها، او هنصنع مثلا ملابس الصيف قبل الصيف ب3 أو 4 أشهر، كل ده مفهوش مشكلة. يعني مفهوش مشكلة من الناحية الشرعية، لان ده نظام كوني غير متعلق بالعبادة. طيب ينفع مثلا نيجي نتفق اننا نصوم في الربيع او نحج مثلا في الشتاء؟ هنا بقى الكلام، وهنا المشكلة في فهم الناس للتقاويم، وهنا المشكلة اللي بيعاني منها كتير من العقلانيين اللي هم بيحشروا نفسهم في فكرة معينة، واللي هي ان طالما الشرع مش متوافق مع مصالح الناس يبقى في مشكلة في الشرع. ليه بقى الموضوع ده؟ علشان هم اتربوا على فكرة غاية في الخبث، وهي ان الصلاة رياضة وفيها مصالح الجسد، مش هي امر من ربنا، وامر ربنا واجب النفاذ. والصيام علشان نحس بالفقراء، ومش واخدين بالهم ان الفقراء نفسهم واجب في حقهم الصوم. وقيس بقى كل العبادات والشرائع لها فائدة مباشرة بالمصالح. فلما نيجي للتقويم ونقول عليه تقويم، فالتقويم عندهم مرتبط بمصالح الدنيا فقط. فلو تعارض الصيام والحج مع مصالح الدنيا ومصالح المواسم يبقى العيب في التقويم، ولازم نشوف لنا بقى تقويم تاني ويبقى التقويم ده باطل، وتروح دماغهم في حتة صعب يخرجوا منها وينكروا تضارب الشرع مع الكون، رغم ان الاصل في اختبار الانسان انه يبقى دايما فيه تعارض بين الشرع والكون. تعالوا بقى نشرح الحتة دي. الصلاة دي شرع ربنا، عبادة. يعني انا بصلي امتى؟ بصلي الفجر، بقوم وانا في احلى نومه، والمصلحه الظاهره اني انام وارتاح، واقوم لما اشبع نوم. طيب والظهر ببقى في شغلي وحركه العمل في اشدها، اسيب كل ده واروح اصلي ازاي؟ في تعارض ظاهري واضح بين ان تكويني وخلقتي وظروفي في مكان والعباده في مكان مختلف ومختلف تماما. مثلا العمره والحج سفر ومشقه وانفاق اموال طائله، والسفر كما جاء في الحديث قطعه من العذاب. اسيب الراحه
والاستقرار والأموال وأروح في اتجاه عكسي تماما. فهي دي طبيعة العبادة، أن تنزع الإنسان من شؤون الدنيا وتروح بيه في حتة تانية خالص. فطبيعي جدا أن يبقى في تعارض كبير بين المواسم الشرعية التعبدية الأخروية وبين المواسم الدنيوية ظاهرة المصلحة بينة المصلحة. يبقى هنا هنقف ونقول ونكرر إن الأصل هو التعارض بين المصالح الدنيوية والأخروية، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وكده وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.